بعد اسبوعين من الحصار والقصف، الخزان الجوفي الساحلي بقى هو مصدر المياه العذبه الوحيد في غزه، ومن قبله اصلا ما كانش بيتم السماح بنقل المياه من الضفه الغربيه لغزه، لا وكمان كانوا بيتعمدوا يقصفوا محطات معالجه المياه، وده خلى 95% تقريبا من المياه الموجوده والمستهلكه غير صالحه اصلا للاستخدام البشري. وفقا بقى لتقرير الامم المتحده، الشخص الفلسطيني كان بيستهلك قبل الحصار من 20 لتر ل 73 لتر من المياه يوميا، وده اقل من الحد الادنى اليومي اللي بتوصي بيه منظمه الصحه العالميه اللي هو 100 لتر. تخيل بقى دلوقتي وصل المعدل ل 3 لتر بس في اليوم. الناحيه الثانيه بقى الشخص الواحد بيستهلك 300 لتر يوميا. احتلال الميه مش بس سبب العطش، لكن كمان سبب امراض زي التهاب الكبد الوبائي، التيفود، الباراتيفود، الامراض الطفيليه، التهاب السحايا، امراض الكلى، ده غير سوء التغذيه وفقر الدم. نقص الميه كمان بيأثر على خدمات غسيل الكلى. العدوى بالامراض دي بدأت تزيد يوم عن يوم علشان اللي عنده المرض واللي ما عندوش موجودين في مكان واحد، المستشفى. الاحتلال مش بس عسكري والكتروني، غزه بتتعرض لاحتلال ميه